بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم شوربه العدس. شوربه العدس من الحاجات الاساسيه والضروريه في الشتاء، لان هي بتدفي. فهعمل لكم شوربه العدس بطريقه سهله وبسيطه وسريعه جدا يعني. هنا ده ربع كيلو عدس، ربع كيلو عدس اصفر، وهنحط عليه جزرايه مقطعه، وهنا بصلتين، وهنا بطاطسايه مقطعه، وهنا طماطمتين. كل ده كده هولع عليه وهغطي، وبعد كده لما يتسلق هرجع لكم اقول لكم فيه هنعمل ايه. هنا هي لسه بتغلي بس لسه ما استوتش، فانا مش هطفي عليها دلوقتي، هغطيها واسيبها تكمل. هنا العدس استوى والخضار اللي فيه استوى اهو. كده بقى المفروض نضربه في الخلاط، بس في خطوه مهمه. هحمر لها بصلايه. هي حمرت البصلايه. هحطها عليها تتضرب معاها في الخلاط. الخطوه دي مهمه جدا، لان البصلايه المحمره دي بتعمل فرق كبير في الطعم. ولو حطيتي عليها كده، لو ضربتيه في الخلاط وحطيتيه عليها كده، هيبقى البصل باين في العدس، مش هيبقى شكله حلو. لكن لما تضربيها معاها هيديكي نفس الطعم وهيبقى شكله احلى، مش هيبان خالص. فهنحط ده البصلايه المحمره على العدس ونضربهم في الخلاط، ونرجع لكم تاني نشوفوا هنعمل ايه. هنا بعد ما ضربناها في الخلاط، حطينا لها معلقه سمنه فلاحي وملح وفلفل. لو ما عندكيش سمنه فلاحي ممكن تحط لها سمنه هولندي عادي، بس السمنه الفلاحي بتديها طعم احلى. بس وهنسيبها تغلي ونقدمها. وهنا بعد ما غلت حطيناها في طبق وقدمناها بالشكل دوت. شوربة العدس من الحاجات المفيدة جدا ومغذية جدا، وخصوصا ان هي عليها خضار. يا ريت تعودي اولادك عليها، لانها هتفيدهم وهتدفيهم في الشتاء. وبالهنا والشفا. ولو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب.